عندما ذكر أن الاستجوابي عبارة عن مقدمة بناء على الاستجواب الأول. هذا الكلام عار عن الصحة. أولاً مقدمة الاستجوابي الأول عبارة عن 2.5 صفحة. أما الاستجوابي الجديد لسمو رئيس الوزراء عبارة عن 7 صفحات. أنا ضفت بعض الاستيضاحات والجداول وذكرت كل المحاور موجودة: الإسكان والصحة والتعليم والبطالة، أيضا عن الأستاذ جابر، مستشفى جابر، الأغذية المسرطنة، تجار الإقامات، إلغاء صفقة الداو الذي يتحملها رئيس الوزراء، أيضا أبطال المجلسين لم يتحاسب أي شخص على الخطأ الإجرائي الحكومي، ومحطة الزور، الاستثمارات الخارجية والتأمينات الاجتماعية، الخطوط الجوية الكويتية ومطار الكويت. كل هذا تضمن في الاستجواب الثاني الجديد. أيضا احنا اللي سويناه دمجنا كل المحاور في محور واحد، لأن أنا أسميه هذا هروب من المسؤولية، والحكومة لا تريد أن تواجه. كل المحاور موجودة في محور واحد. أيضا على أساس ما تكون حجة في مجلس الأمة يقولون دستوري وغير دستوري، وأنا أؤكد ومتيقن أن الاستجواب الأول والثاني دستوري. ولكن أنا أحب أذكر الأخ الفاضل مرزوق الغانم بتاريخ 14/11/2011 عندما وجهوا الاستجواب إلى سمو رئيس الوزراء السابق ناصر محمد، كان كلامه يفترض أنه يمكن للنائب من صعود المنصة وإبداء وجهة نظره، وأن يشرح رئيس الوزراء المستوجب عدم دستورية الاستجواب الموجه إليه، وبناء عليه يبني النائب قرار بناء على ما تم طرحه أثناء الاستجواب. إنزين، هذا اللي ذكرته إلى رئيس مجلس الأمة وقلته يفترض على سمو رئيس الوزراء يصعد ويقنعكم أنتم يا نواب الأمة ويقول لكم ما هي المحاور الغير دستورية. احنا نؤكد أن كل المحاور كانت دستورية. وعندما أقدم استجواب جديد مو معناته أنا مو معترف بالاستجواب الأول، أنا متأكد من الاستجواب الأول والثاني دستوري، لكن خليت الاستجواب الثاني إنه ما في مجال أن تحتجون أو لكم عذر يا نواب الأمة الذين صوتوا ضد الاستجواب الأول، إنه ما في عذر. رئيس الوزراء لازم يصعد. بعدين أنا وجهت سؤال خطير جدا لما أقول حق رئيس الوزراء أتني بإنجاز واحد لك، لم يأتني بإنجاز. للحين أقول إن سياسة الحكومة صحيحة، أنا أقول مو خاطئة، فشلت. لما أتكلم عن برنامج الحكومة، عن خطة التعليم، عن برنامج الإسكان، عن الصحة، عن البطالة، ما حطوا لنا خطة واقعية يتم تطبيقها على أرض الواقع. إضافة